أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نرحب بكم في الكلمة الأخيرة حيث الكلام لا ينتهي في اليوم الختامي من هذه التغطية الاستثنائية على مدار الساعة لكم عبر قنوات بين سبورتس المختلفة من هذه النسخة المونديالية الممتعة والمثيرة في كل تفاصيلها من كأس العالم فيفا 2026. نرحب سريعا في نخبة من الصحفيين المميزين: بدر الدين إدريسي ونبيل التليلي، مساعد العصيمي وصابر الغراوي. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير زملائي الأعزاء، مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. مساء الحلم، مساء النهائي الكبير، مساء مسك الختام، مساء المباراة التي نتنظر جميعا لنضع أجمل خاتمة على نسخة مونديالية استثنائية. إذن أجمل خاتمة ما قبل الأخيرة كانت حصيلتها 10 أهداف في قمة كبيرة لتحديد المركز الثالث. استمتعنا في كل ما فيها وبال10 الأهداف التي كانت حاضرة من خلال نتابع هذه المواجهة الممتعة والمثيرة. شهدت تسجيل 10 أهداف، من أين تبدأ في هذه المواجهة يا مساعد؟ أولا أمسي عليكم وأمسي على الزملاء الكرام. الحقيقة مباراة مثيرة في أهدافها، يعني وكأنه المنتخبين انفجر انفجار هائل بعد سقوطهم المريع في نصف النهائي. الحقيقة كانت المباراة تعبر عن كأنك تقرأ أنه توخيل ردة الفعل على الجانب الدفاعي اللي سواه في المباراة السابقة واللي أضر بفريقه، عمل على أنه يتخلص من هذا الشيء كاملا حتى وهو يتقدم ب4 أهداف وكان يحتاج إلى التوازن في الخلف، لم يفعل شيء باتجاه ذلك. مباراة جميلة حضرت بكل مقاييسها. مبابي زاد رصيده من الأهداف. ظهر اللاعبين اللي كنا تكلمنا أمس عنهم أنه تعامله معهم غير جيد، اللي هم ساكا وديكلان رايس، جعلوا ديكلان رايس هو الأول دائما في التبديلات، هم اللي قاد المنتخب الإنجليزي. يعني كان توجهنا أمس كان صحيح بخصوص هذه. الجانب الآخر اللي أنا أشوف أنه كان غير جيد خاصة من المدرب بعد تصريح هاري كين اللي بعد المباراة السابقة كان أنه يعني ليس دائما على الصواب. يقصد المدرب، أنا أعتقد أنه عاقبه اليوم، حط أمس وحطه على دكة البدلاء بطريقة غير جيدة، مع أنه الآن دائما المركز الثالث والرابع في صراع الأرقام. صراع الأرقام هو جزء كبير منه لهاري كين. هو يعني كان يفضل أنه من خلال الأداء الهجومي هذا أنه يكون موجود على أساس أنه يزيد رصيده وينافس، لكن تعامله مع هاري كين كان تعامل كأنه هناك شخص يعاقب. صابر، مثل هذه المواجهة البعض يقول لك إنه ما في ضغوط، دائما مباراة المركز الثالث والرابع تكون فيها مهرجان أهداف بلا قيود، ونتج عنها هذه المواجهة كانت زيادة حبتين. صحيح. يعني تحس ان لعيبه الفرقتين بصموا بال10 على فصل من فصول المتعة الكروية، بعيدا عن تعقيدات الانضباط التكتيكي والجوانب الفنية، لأنه لما غابت الانضباط وغابت التركيز التكتيكي من المدربين ظهرت لنا المتعة الكروية اللي احنا شفناها. بطبيعة الحال مباراة تحس انها هربانة من دوري حواري، إثارة موجودة، المدافعين ما كانوش موجودين يا مشاري. المدافعين تخيل احنا من بدينا حديث في الحلقة ولغاية الأهداف مستمرة، 10 أهداف خذت وقت طويل وللحين ما خلصت الأهداف. المدافعين كانوا بيتفرجوا على المباراة زيهم بالظبط. المدافعين ما كانوش موجودين وتفضلوا للمهاجمين اعملوا اللي انتوا عايزينه في المباراة. اعتقد ان هو الناس استمتعت، زي ما كان في حزن داخل الفريقين او لدى جميع اللاعبين على الخروج من الدور نصف النهائي وعدم مواصلة المشوار للمنافسة على اللقب، كأنهم بيحاولوا يهدوا للجماهير بعض المتعة الكروية لتعويضها عن الإخفاق. طبعا الإخفاق عن الوصول النهائي لا يعوض، ولكن بعض المتعة وبعض الإثارة. تحس ان المباراة كانت فيها تفاصيل كتيرة جدا. ممنوع الاقتراب من المدافعين، وللمهاجمين اتفضلوا يعني افعلوا ما شئتم داخل أرض الملعب. إذن متعة كانت حاضرة كما شاهدنا في هذه المواجهة، وكذلك اليوم إن شاء الله دعوة لكم مشاهدينا أن تستمتعوا في تغطيتنا الاستثنائية عبر بين سبورت عبر مدار الساعة في كل تفاصيلها من قلب الحدث ومختلف الأمور الإيجابية الجيدة لهذه التغطية. واليوم الختامي الكبير، مواجهة تحديد المركز الثالث، مواجهة كذلك كانت ما قبل في حرب التصريحات كان هناك عدم اهتمام، لكن ما شاهدنا أنها مواجهة مختلفة ممتعة، رغبة كبيرة في تسجيل الأهداف وكذلك الفوز وحصد المركز الثالث. هو سموها النهائي الصغير
لكن في الحقيقة اللي شاهدناه الأهداف خلتها لا تقل قيمة عن النهائي الكبير. مباراة أنا نعتبرها أنها لخصت المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة، لما أجمع كل الملاحظين والمحللين على أساس أن المنتخب الإنجليزي يضم في صفوفه عناصر قادرة على تقديم الأفضل، هذا شفناه أمس. لما أجمع الكل على أن المهارات الفردية اللي يمتلكها المنتخب الإنجليزي تخليه قادر أنه يقدم بطولة أفضل ونتائج أفضل، شفناه أمس. لكن شفنا أيضا أنه منتخب لا يشعرك بالأمان، يعني منتخب من 4-0 كاد أنك تطلع عليك رومونتادا للمنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي اللي يبدو أنه حمل حقائبه إلى باريس منذ مباراة إسبانيا، وفي الشوط الثاني أعادوهم من المطار ليكملوا المباراة. فالمنتخب الفرنسي أيضا منتخب يعني بدأ وكأنه في بعض المشاكل، حتى التصريحات ربما سنأتي عليها بعد تباعا، إنه فيه كأنه شرخ بعد مباراة إسبانيا. يبدو أن اللاعبين لم يتحرروا نفسانيا وذهنيا من مباراة إسبانيا، وهذا ملاح أيضا في مباراة إنجلترا. بعد استمعنا لمساعد وصابر ونبيل، لأي درجة تتفق فيما ذكروا في هذه المواجهة؟ كثيرة هي الأمور الإيجابية وكذلك كثيرة هي الأمور السلبية. نعم شهدت 10 أهداف، لكن استقبال الكم الكبير من الأهداف وملاحظات كبيرة. شوط أول ينتهي ب4 أهداف لإنجلترا على حساب فرنسا التي كانت من ضمن المرشحين أوبتا وجعلتها ووضعتها أولا وفق الأرقام والإحصائيات ومحاكاتها، لكن اليوم كثيرة الملاحظات رغم ال10 أهداف. أكاد أتفق طبعا مع ما جاء به الزملاء، لأنه في النهاية هذه مباراة احنا كصحفيين تعودنا أن نعطيها الكثير من التسميات. هي مباراة جريحين، هي أيضا النهائي البرونزي، هي النهائي الصغير، هي المباراة التي ظلت على مدار الحقب، على مدار نسخ كأس العالم، ظلت دائما سجينة في المباراة الكبرى اللي هي المباراة النهائية. فبالتالي ما عمرنا كنا نعطيو قيمة للمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع إلا في النادر، لكن هذه المباراة فرضت نفسها علينا، فرضت بسيناريوهاتها، بتقلباتها، بطبيعة التنافسية اللي طبعتها. هذه يا مشاري ثاني أكبر مباراة على مستوى تحديد المركز الثالث في تاريخ كأس العالم، بعد مباراة فرنسا وألمانيا سنة 1958 التي سمحت، انتهت ب6-3 لفرنسا، وسمحت لجوستو فونتين أنه يطلع بالرقم القياسي بعدد الأهداف يصل إلى 13، لأن سجل سوبر هارتريك في هذيك المباراة. اليوم كانت هذه المباراة مباراة كيليان مبابي. بما ذكرت مبابي وصدارة الهدافين لتاريخ وإرث فرنسا، اليوم كذلك تاريخ جديد لصدارة في هذه النسخة، وكذلك صدارة تاريخية في عدد تسجيل الأهداف من كيليان مبابي.